في لحظات في حياتك بتعدي من قدامك كأنها فيلم رعب. لحظات بتحصل وانت لوحدك في مكان المفروض يكون آمن، بس فجأة بتحس إن في حاجة غلط. بتحس إنك مش لوحدك. القصة اللي هتحكي دلوقتي مش خيال، دي حصلت بجد. ولو فضلت معايا للآخر هتفهم إزاي تفصيلة صغيرة ممكن تنقذ حياتك، وإزاي قرار بسيط زي إنك تغير أوضتك في آخر لحظة ممكن يفرق بين الحياة والموت. لو بتفتكر إنك في أمان بس لأنك قافل الباب عليك، استنى واسمع القصة دي للآخر. الموضوع ده حصل لي من كام شهر كده في الربيع. كنت وقتها متخرج جديد، لا عندي شغل ولا مسؤوليات، والوقت عندي زيادة عن اللزوم. كنت مخلص الدراسة بدراع عن زمايلي، وقلت يا سلام ده قرار ممتاز. بس بعد أسبوعين من القعدة في البيت حسيت إني تايه. كل أصحابي لسه مشغولين في امتحانات، والشغل اللي المفروض أبدأه مش هيبدأ قبل شهر 6. فحسيت إني محبوس ما بين حياتين، لا طالب ولا موظف. وقتها أمي طلبت مني أروح أشوف بيت عمي ريك اللي على البحر، أطمن على المية والكهرباء وأصلح شوية حاجات بسيطة. قلت لها ماشي، فرصة أخرج من جوه القعدة الكئيبة دي. المشوار من بيتنا لبيت عمي حوالي ساعتين، وفعلا ركبت عربيتي وطلعت. البيت هناك كبير جدا، بنقعد فيه كل سنة في المصيف. 25 نفر، دوشة وضحك ولعب وكركبة. بس وانا دخلت البيت المرة دي كان فاضي وساكت، وسكوته مرعب. مشيت على ورقة الحاجات اللي عمي كاتبها، شكت على الحنفيات، الكهرباء، كل حاجة تمام. بس وانت لوحدك في بيت المفروض دايما مليان ناس، بتحس ان في حاجة ناقصة. البيت كان مرعب بصراحة. بدأ الليل يدخل وانا بكره اسوق بالليل، فقلت هبات هنا. كلمت امي، قالت لي فكرة كويسة، بس متنساش تشكر عمك. عملت اكل بسيط، فتحت الموبايل شوية، وبعدها دخلت انام. قلت بقى انا الواد لوحدي، مش هنام في الأوضة الزنقة اللي دايما بتبقى من نصيبي، لا، هدخل أنام في الماستر بيدرم. سرير كبير، حمام خاص، وكمان في دولاب جوه الأوضة زي المحلات. نمت بسرعة، بس بعد شوية صحيت على صوت غريب، صوت جاي من الدولاب، كأن في حاجة وقعت. فتحت عينيا بصعوبة وبصيت على الدولاب، بس حسيت إني مش قادر أتحرك. كنت صاحي بس جسمي مش مستجيب، زي الشلل. بس من جوه من الخوف غمضت عيني تاني وقلت لنفسي انت بتتخيل. لكن بعد ثواني دبة تانية جت من جوه الدولاب، وبعدين باب الدولاب اتفتح ببطء، ومن جواه خرج راجل واقف ساكت، سكون مميت. بيبصلي وانا نايم، ما كانش بيتكلم، ما كانش بيتنفس حتى. واقف جنبي بصلابة كأنه تمثال حي. وبعد 20 ثانية اللي حسيتهم ظهر، لف وخرج من الأوضة. بس ما نزلش الدور الأرضي، طلع فوق للدور التالت، الدور اللي مفهوش أي مخرج. أنا اتجمدت، بس بعد شوية قدرت أتحرك بالعافية. مسكت موبايلي واتصلت بالشرطة وأنا هامس بصوتي. قفلت الباب بالمفتاح واستنيت. الشرطة وصلت بسرعة، دخلوا فتشوا وقالوا مفيش حد. أنا كنت متأكد إن الراجل لسه جوه. كلمت عمي وتعصب على الشرطة وقال لهم يفتشوا تاني. المرة دي مشيت معاهم، بندور في كل ركن لحد ما لقوا الشباك في الدور التالت مفتوح. واحد من الضباط خرج للفناء الخلفي وبص بالكشاف على السطح، ولقاه الراجل قاعد على السطح. كان منظره مرعب، أصلع، هدومه متقطعة، شكله مقرف. قبضوا عليه وقالوا غالبا متشرد وكان مستخبي في البيت بقاله كام يوم. بس هو ما قالش ولا كلمة، ساكت، وشه ميت. لحد النهاردة محدش عارف دخل ازاي أو قعد هناك من امتى. بس أنا عارف حاجة واحدة،
لو كنت نمت في أوضتي اللي فوق اللي كان ناوي يستخبى فيها، كان ممكن ما كنش هنا دلوقتي عشان أحكي لك القصة دي.